نقول انه اكثر فريق اخذ حقه الاعلامي من تاسيس الكره السعوديه هو نادي الاهلي، من ايام الفترات الحره اللي تفتح الساعه 12 وتغلق الساعه 7 صباحا. ويكفي نادي الاهلي انه رئيس الاتحاد السعودي يبكي علشان حقق الاهلي البطوله في هذه شيء ما قد حصلت ابدا في اي زمان ومكان. لكن اعتقد انه الثقافات السداسيه كل ما هم جاهم ضربه. السداسيه حق لما هبطوا الشباب ولا السداسيه؟ لا السداسي لاول فريق انت تتغنى فيه ينسحب من مباراه لا ويتساقط اللاعبين. انت عصرت ولا ما عصرت؟ الاهلي هو من هبط الشباب للدرجه الاولى. انت لما قلت سداسيه والله يا رجل الاهلي هو اجل ما عصرت يعني. لا مو صحيح ابدا. اجل ما عصرت الرياضه. مو صحيح ابدا. كم سنه لك في الرياضه؟ مو صحيح ابدا. كم سنه في الكوره انت؟ انا بالكوره اكثر من تاريخ الاهلي. طيب تاريخ الاهلي 70 سنه، انت لك 70 سنه؟ انا ممكن اكون ايه. نعم. تاريخك ايش يعني؟ لا عشان انا اقول لك شيء. انت كنت مشرف براعم ما ادري ايش. وش دخل انجازات الحين؟ انا اقول لك انه نادي الاهلي انت تبغانا نتغنى بانه اخذ بطولتين. الشباب اخذ اكثر من بطولات. نقطه نظام 6 شهور. انت تقول تاريخك اكثر من الاهلي. انا اقول شيء واحد. هل هذا كلام انت انا اقول انه الاعلام اعطاكم حقكم يا الاهلي وزياده. انت ابو عيال دقيقه بس كلمه واحده انا بترك لكم الكلام. بس ارجوكم اسقاط على كيانات انا ما اسمح فيه. طيب هو يقول تاريخ اكثر من الاهلي. معليش الشباب انا تاريخ افضل من الاهلي. انا اقول تاريخ افضل من عادي ما في شيء. يا اخي تاريخك افضل من نادي الشباب. ايش نزعلك؟ لا ما اقول حاشا ما اقول. عبد الرحمن لو سمحت تسمعني. الشباب له حق من الاحترام والاهلي له حق من الاحترام. كل الرجاء انه الانديه لا يسقط عليها، يعني تكلموا بالاشياء اللي تطرح سواء في الاعلام في التاريخ أحمد عيد أكثر من أضل تمس انديه ارجوكم بعيد عنها. احمد عيد راح خطاب للفيفا وقالوا النادي القذر، واحمد عيد يقول لك انا ما قريت الخطاب. هذه احمد عيد عندما حقق الشباب بطوله الشباب لم يحضر في نادي الشباب لتسليم نادي الشباب، وحضر للاهلي والفرقه الثانيه يسلم في الملعب. توجهم لازم يحضر. لا اقول لك توج فريق سيب احمد عيد على جنب. الام بي سي اللي هي الناقله غيبوا تتويج الاهلي بسبب خلاف مع اتحاد الكره. اي بس طب العزيز مشاهد صلي على الحبيب محمد الله يخليك ثواني الله يرضى عليك طالبك. هي مؤامره الله يخليك والله يعني مؤامره كونيه يعني انت تتوقع كذا يعني. انت عندك هدي فرامل شويه. العام الماضي وقبلها كلهم عملوا اللي هي جوائز افضل هداف وافضل حارس وافضل. السنه ليش الغوها؟ لما نسال اتحاد الكره يقول لك والله ما وجدنا راعي لها. يا جماعه يعني هو الاهلي نادي سعودي ولا نادي اجنبي؟ انا ماني فاهم. طب ممكن سؤال. الاهلي اكثر نادي ممكن سؤال. والشباب لما قدم لاعبين في 94 كلنا شدنا بهم فؤاد انور والعمران. طبعا اسطوره. لو سمحت بس انا ما اديها. ممكن سؤال. يا اخي انت ما انت طرف القضيه، خلينا نكمل معك. لا شوف لا تقول لي انت طرف في القضيه ولا لك علاقه فينا. رد انا في اي موضوع. محمد قطعني ولا ما قطعني؟ زين انا قلت لك بكل ادب لو سمحت المناسب يا ابو علي خل غيرك يتكلم. سؤال بس خلي اديني كلمتين. انت شوف بقفل المحور بسرعه يا محمد. اسلوب خالد يا اخي يقول قاعد تضيع وقتك من البدايه. كل ما قلت كلمه قلت مالك شغل انت ما طرف الموضوع، هذا ما يمشي عندي. زين طيب يلا انا وانت انا لا تكلمت لك الحق انك تناقشني زي ما انت اذا تكلمت انا لي الحق اناقشك. انت دعيتها وش عموما انا بس انت قاعد تتكلم تقول الاهلي وسووا فيه. انا بس بسالك سؤال واحد. العام الاهلي لما لعب في البطوله الاسيويه كيف لعب؟ انا بسالك. مو بياخذ رخصه زي الانديه الثانيه؟ هل الرخصه اللي اخذها العام نظاميه ولا لا؟ هذا كلام ما يوجه للنادي الاهلي. هذا توجه لاتحاد الكره. هذا رد على كلامك. طيب. لما تقول ان الاهلي فيه وفيه العام في استثناء لكم وجاء الاتحاد السعودي. طيب. من الاتحاد الاسيوي عقوبه ب 150,000 بسبب النادي الاهلي ونادي النصر. بس انا كلامك كان على راس الموضوع. لا انت سقطت على جمهور نادي الشباب. 10-20 يقول لي تاريخي اكبر من الاهلي. كذا ضحكت الناس عليك والله ضحكت الناس عليك. زي ما انك انت سقطت على جمهور الشباب 20 نفر. هل جمهور الشباب 20؟ هل جمهور الشباب ولا جبت اسم الشباب؟ جبت تقول هذا المريب ان يقول خذوا لي. اقول لك مو كلامي. سعيد العوران. طيب انا قلت لك الاهلي ممكن مو نادي الاهلي. اذا انت فاسد سعيد العوران يا اخي مو عيب انه يكون جمهور الشباب قليل. قال سعيد العوران بعد ما لسانه قال جماهير الشباب كنت اعرفهم 1 2 3. طيب لا يعيب الشباب
في يوم من الايام الاهلي كان عنده 20 مشجع في ظل شعبيه الاتحاد الجارفه وكان يحقق بطولات. طيب خلاص يعني ابو عنان انا لما قلت 10 20 ابو عنان لو سمحت ابو عنان مره مرفوضه منك انك تقول تاريخك خالد اكبر من الاهلي يا خالد، وانت اصلا ما لك تاريخ اصلا في الكوره. مو من حقك يا ابو عنان. طيب ارد عليه على نفس الاسلوب. انا رديت عليه وقلت له احترم نادي الاهلي وانت احترم نادي الشباب، لا تجي تروح تسقط مره ثانيه. خلاص انت الحين طفيت لهيبك. لا مو طفيت لهيبك، لا اللي هو حتى وكررها مرتين ثلاثه. طيب انتهى الموضوع يا رجل. الحكم الجماهير عشان انت تبغى مقطع يوتيوب مبروك عليك. انت قلت لا هو يبغى مقطع يوتيوب مبروك عليك مقطع اليوتيوب. كل يبغى مقطع اليوتيوب ده. انت من حق توزع. اذا انا بشار عشان الاهلي ما والله اذا انا بشار عشان نادي